يا ترى سكن جامعي ولا شقه بره؟ عارف ان انت محتار جدا في الحوار ده، فركز معايا كده بالراحه عشان نعرف مميزات وعيوب كل حاجه فيه. بالنسبه لسكن الجامعه، اول حاجه مش هتشيل همها الاكل. اكلك يا باشا موجود بميعاد فطار غدا عشاء على الجامعه، مبلغ ثابت بتدفعه كل شهر وخلص الكلام على كده. عيوبه ايه؟ عيوبه ان انت مش بتبقى في الاوضه لوحدك، ممكن يبقى معاك في الاوضه من فرد ل4 افراد. انت ممكن تروح انت وزمايلك 3 4 وتاخدوا اوضه وخلص الكلام. من ضمن العيوب برضو ممكن تلاقي الاكل مش قد كده، وده اللي انا برشحه بالنسبه ان انت سنه اولى، وبالنسبه للبنت بالاخص بلاش سكن بره في اول سنه. افهم الدنيا الاول عندك ماشيه ازاي في المحافظه اللي انت فيها، انت لسه مغترب ما تعرفش ولا اي حاجه خالص. بالنسبه برضو لسكن الجامعه، بمواعيد يا باشا، انت ما تقدرش تطلع وتخرج كده براحتك، مفيش يابا الكلام ده. كارنيهك يبقى معاك على طول، اخرك الساعه 11 12 تبقى في السكن، بعد كده بتتعامل معامله تاني، انذار و3 مرات تاخير ممكن ترفد من السكن وقصه كده. من ضمن برضو العيوب يعني ممكن حاجات ما ينفعش تدخل معاك المدينه، ممكن مثلا اللابتوب يبقى عليه تصريح، السكينه الشوكه المعلقه الحاجات دي بيدققوا عليها شويه، وعلى حسب المدينه اللي انت فيها، ومش كل المدن وحش عشان بس اللي يقول لك سكن الجامعه وحش والكلام ده انت يابا الكلام ده مفيش منه. طيب لو هتسكن في شقه بره، عد معايا يا باشا، اكلك وشربك هتعملهم انت بايدك، مفيش حد هيجي يطبطب عليك وحد يبعت لك من البلد والكلام ده، مش هتعيش عليه، ومش هتعيش على الدليفري بره بس، مصاريفه كتير غير سكن الجامعه، مصروف ثابت بتقفل بند الاكل والشرب والنوم، ودول اهم حاجه. سكن يا باشا الشقه مفيش منه الكلام ده، مصاريفك ممكن ما تقضيكش 6 7000 في الشهر، ده حد ادنى، كهرباء ميه غاز ايجار جيران حد يرازيك بتاع وانت لسه ما تعرفش ولا اي حاجه. كالون الباب ده بتاخد بالك من الجمله دي كويس، المفتاح اللي اتحط فيه ده شوف كم مع كم واحد غيرك. اول حاجه لو هتسكن في شقه بره تغير ايه؟ اللسان ده والكالون، تبقى في امان، حاجتك ما تبقاش متعرضه للسرقه، تاخد بالك من السمسار وتاخد بالك من الشخص اللي بيأجر لك، وتبقى عارف كويس جدا انت بتتعامل ازاي. كل ده هتعرف تتلاشاه برجلك اليمين يا باشا. شقه مميزاتها ايه؟ مفيش حد بيسأل عليك، ولا مواعيد ولا يمين ولا شمال ولا كلام من ده، هتعرف تتكيف مع حوار الاكل، خش يا باشا برجلك اليمين. وبالنسبه للبنات، بلاش شقق بره عشان بيحصل فيها حوارات كتير، هعملها لكم في فيديو لوحده. لو استفدت باي حاجه اعمل فولو وكومنت ومنشن لاي حد هيفيدوا الفيديو ده، وشير عشان الناس تايهه اليومين دول. عامل لك سلسله كامله اسمها حياتك الجامعيه، خش ابحث عليها عندي في الاكونت هتلاقيها، ولسه في سلسله فيديوهات جايه على كل ما تحتاجه الفتره اللي جايه، من بدايه ما تخش الكليه لغايه ما تتخرج وتعمل ايه بالظبط، عشان برضو تشتغل بعد التخرج سواء اي كليه. شباب مبسوط لو وصلت لغايه هنا وما عملتش فولو جميل بالنسبه لكميه المعلومات الجميله دي، واي استفسار عندك اكتبه في كومنت هطلعه وهرد عليك بفيديو. اشوفكم فيديو جديد، سلام.